السلام عليكم، كنتمنى تكونوا تو الموند بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم رزيزه بطريقه سهله، بلا حتى شي مجهود، بلا حتى شي عذاب. ما كتحتاجيش توقفي بزاف في الكوزينه، كتحضري احسن رزيزه كانك مصيباها في الماكينه ديالها، يعني الماكينه الخاصه بالرزيزه كيف ما نتوما عارفينها كاملين. بهذه الطريقه هذه غتوجدي احسن رزيزه واحسن مسمن على هذه الطريقه السهله، ما كتحتاجش منك مجهود كتير. تبعوا معايا طريقه التحضير حتى الاخير ونتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. غنحتاج في المكونات العجين العاديه ديال اي مسمن اللي نتوما عارفينه. غنحتاج زلافه ديال الفرص، زلافه ديال الفينو، الكميه كتبقى على حسب عدد افراد الاسره. كنحتاج شويه ديال الملح على حسب الذوق، شويه ديال السكر، شويه ديال الماء دافي. كنخلط المكونات بهذا الشكل اللي كتشوفوها معايا. خلطتها في هذاك الاناء اللي كتشوفوا معايا في لا فيديو. الطريقه راها بسيطه وسهله ماهله، ما كتحتاجش العذاب، ما كتحتاج انك توقفي بزاف في الكوزينه. كتوجد معاك في اسرع وقت، تقدري توجديها في الصباح، في العشيه، في وقت قصير. كتجي لذيذه بزاف وناجحه من اول مره، يعني ما تقوليش راها ما غتصدقش ليا. كتجي ساهله، ما تحتاجيش تشريها من على برا، صوبيها غير في الدار وكتجي لذيذه بزاف. هذا المسمن هذا كيجي مورق لذيذ بزاف، كيجي مقرمش وكيجي كله محلول كانه صيبتوه في الماكينه الخاصه بالرزيزه. اهم شيء في هذه الخطوه وفي هذا العجين هذه خاصها تدلك مزيان. حاولوا ما تكثروش الماء، تكون قاصحه شويه العجينه باش تقدروا تحكموا فيها. الا رخيتوها بزاف ما كتبقاوش تحكموا فيها، كتولي هكا سايحه غير بوحديتها. كما شفتوا معايا من بعد ما عجنتها غطيتها بهذا البلاستيك هذه وخليتها جانبا. الا بغيتوها ترطاب ليكم وتطيع لكم في اقرب وقت، سدوا عليها في شي بلاستيكه بهذا الشكل هذا اللي وريتكم. سدوا عليها مزيان ما يدخلهاش البرد، نتوما عارفين هذا البرد. من الاحسن ديروا هذه الطريقه الثانيه اللي شفتوها معايا هكا، عقدوا عليها مزيان بهذيك البلاستيكه وخليوها ترتاح تقريبا نص ساعه حتى ل 20 دقيقه. المهم ترتاح لكم العجينه باش تقدر تخدموا بها بسهوله بلا حتى شي عذاب. شوفوا معايا من بعد ما ارتاحت معايا العجينه، شوفوها كيفاش طلعات، راها رطبه يعني زبده، كتخدم ليا بسهوله. من بعد هنا حطيت ديك العجينه ديالي، خديت شويه ديال الزيت، دهنت سطح العمل وبديت كنخدم بهاد الكويرات هادو اللي كتشوفوا معايا. انا خرجوا لي 2 زلافات من الدقيق، خرجوا لي 6 ديال الحبات. انا مبغيتش نديرهم صغار بزاف، درتهم موين. انا سديت عليهم ديك البلاستيكه اللي شفتوها معايا وغطيتهم، خليتهم عاوتاني يرتاحوا. هاد المراحل هادو في المسمن ضروريه باش كتخدموا به بسهوله. كنحتاج 100 غرام من الزبده، كندوبوها تقريبا حتى ل 50 غرام على حسب شحال غيقدكم في المسمن. دوبتها، خلطتها مع شويه ديال الزيت. احتاجيت زلافه، درت فيها كاس ديال الفينو وكاس ديال دقيق الفورس، راس معلقه ديال خميره الحلويات. هنا من بعد ما ارتاحت لي العجين ديالي دهنت سطح العمل وبديت كنورق هذيك المسمن ديالي كما كتشوفوا معايا في لا فيديو. كتورقوه مزيان بهذا الشكل هذا. ملي كتكون ارتاحت لكم العجينه كتخدم معكم بسهوله، يعني فاش كتخليوها ترتاح. هاد الخطوه هذه كتساعدكم في هاد المرحله، فاش كتكونوا كتبغيو تورقوا العجينه كتخدم معكم بسهوله. كما كتشوف معايا لا فيديو، خليكم في لا فيديو، تبعوا الطريقه حتى الاخير، راها سهله. اهم شيء هي الطريقه الصحيحه. كنورق هذيك المسمنه ديالي. من بعد ما كنورقها كنرش عليها شويه من داك الدقيق اللي حضرته معاكم، شويه ديال الزبده اولا الزيت. كنورقها بهذا الشكل هذا وكنطويها كما كتشوفوا معايا في لا فيديو. الطريقه راها واضحه وسهله، يعني بهاد المراحل هادو كتنجح معكم الرزيزه، كتجي مورقه بطريقه ناجحه، بطريقه رائعه وسهله. ما كتحتاجش منكم لا وقت كتير، لا مجهود كتير، ولا حتى الماكينه ديالها. يعني بهاد الطريقه هذه غتحضري رزيزه رائعه لذيذه، غتعجبك، غتعجب ضيافك وغتعجب وليداتك. كما شفتوا معايا كنطويها بهذا الشكل هذا كامله بنفس الشكل اللي شفتوه معايا. من بعد كنوصل للطويه كتبان ليا راها العجينه ديالي غليظه، كنعاود نورقها وكنرش عليها شويه من الدقيق.
وكنقادها في نفس الحجم، وكنرش عليها كذلك شويه من الزبده اولا الزيت. الطريقه راها مفهومه في لا فيديو، يعني راها سهله، تبعوا المراحل. كما شفتوا معايا غنحتاج هذاك الموس اللي يكون ماضي، يعني يكون ماضي مزيان، ما يكونش حافي. يعني تاخذوا موس جديد، راه تقريبا داير 5 دراهم حتى 3 دراهم. هاد الموس هكا اللي كيكونوا في هذا الشكل، كتقطعوا به ديك الرزيزه بلا ما كتلصق معاكم في داك الموس. الا كان ماضي كتكون بسهوله. من بعد ما قطعتها بهذاك الشكل، ضروري هذاك الطريف الاخير عفوا اللي بقى معايا في المسمن، ضروري حتى هو ما كنقطعوش. هذاك هو باش كنجمعوا هذيك الرزيزه ديالنا بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوه معايا في الفيديو. كنسرحوها بهذيك الطريقه اللي شفتوها معايا، وكنجمعوا هذيك المسمنه ديالنا بهذا الشكل هذا، واللي بقى كندخلوه في الجوانب بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا معايا. الطريقه راها واضحه وسهله، والفيديو فيه جميع التفاصيل ديال هذا المسمن هذا اللي كيجي صراحه رائع. انا معتمد على هذه الطريقه من شحال هذا كندير هذه الطريقه، وبما انه عندي قناه في يوتيوب قلت ضروري ما نشارك معكم هذه الطريقه هذه السهله وكتجي بسهوله، ما نحتاجوش العذاب. كاين اللي كيقطعوا هكا وهو مسرح بشي موس او لا جراره هكا ديال قطعه ديال البيتزا. ولا هاد الطريقه هذه فاش كتجمعوه كتلويوه كتكون احسن. كتقطعوه هكاك بالموس كتجي راها سهله جدا. كما شفتوا معايا في نفس الشكل اللي درناه في الاول غنديروه في كاع المسمن اللي شفتوه معايا. المهم هو كنقرص هذيك الورقه ديالي مزيان، كنورقها بالشكل اللي كتشوفوه معايا في لا فيديو، وكنتبع نفس المراحل في كاع المسمن ديالي كامل بهذا الشكل هذا. نخليكم في تتمه ديال لا فيديو، تبعوا الطريقه حتى الاخير. كما كتشوفوا معايا راها سهله بلا عذاب بلا حتى شي مجهود. من بعد ما غنكمل كاع الرزيزه ديالي كامله بنفس الشكل اللي شفتوه معايا في لا فيديو،
غنخليوهم يرتاحوا. من اول وحده بديت بها هي اللي غادي نبدا نطيبها. هنا درت المقله ديالي تسخن. ضروري من ورق الزبده اللي كيهز لينا المسمن ديالنا بسهوله، ما كيخليش هكا لا يعواج ولا حتى شي حاجه. كنقرصوه فوق منه هكا وكنديروه فوق المقله كما كتشوفوا معايا. المراحل راها واضحه وسهله. صافي كنبقى نقلب هكاك هذاك المسمن حتى كيطيب ليا. ضروري ما ندهن بشويه ديال الزبده بهذا الشكل اللي كتشوفوه معايا، وكنكمل بنفس الطريقه اللي كتشوفوها معايا في لا فيديو كاع المسمن ديالي كامل. يعني راه ما كاينش مسهل من هاد الطريقه اللي كتشوفوها معايا في لا فيديو. الطريقه هذه كيجي سهل بزاف، كيجي لذيذ، واهم شيء كيجي بالطريقه كيف ما شفتوه معايا بالموس. كتجي راها ساهل الموس، يعني متواجد في اي بيت. وهنا غنكون كملت كاع الرزيزه ديالي كامله طيبتها على نفس الشكل اللي شفتوه معايا في لا فيديو. وهذه هي النتيجه ديال هاد الرزيزه. صراحه كتجي لذيذه بزاف ورائعه وبنينه، واهم شيء كيف قلت لكم كتجي بطريقه سهله. جربوه بهذه الطريقه ان شاء الله، وكنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. نلقاكم في فيديو جديد وفي وصفه جديده ان شاء الله. مع السلامه، تهلاو ليا فراسكم.